ما بكفي من بتحب. حتى تعيش مرتاح لازم تحب وتنحب. مرحبا. مثلي مثل كتير من أطفال الوطن العربي وسوريا، كنت أنا وصغير أحضر أعمال الأستاذ دريد لحام، مسرحياته مسلسلاته على التلفزيون، وأشعر بالدهشة دائما من الشيء اللي عم يقدمه. مشاعر ما بنساها لما كنت طفل. بعدين كبرت واخترت مجال الفن، وبيوم من الأيام الصديق المخرج باسل الخطيب مشكور قرر أنه يعمل فيلم بطولة الأستاذ دريد وكون أنا مشارك بهذا الفيلم. شعرت بسعادة كبيرة لما عرفت أني أنا حمثل وحوقف قدام قامة كبيرة مثل الأستاذ دريد. وفعلا لما رحنا على التصوير أنا بدي أحكي شيء يمكن ما بيعرفوه الناس أو بيعرفوه، بس أنا بدي أكد عليه. الأستاذ دريد من أكثر الناس التزاما بالموعد، تواضعا، محبة للفريق، تعاون مع كل عناصر الفريق الصغير قبل الكبير، وهذا بحد ذاته بضيف قيمة للقيمة الكبيرة اللي هي دريد لحام. بشكر ربي إنه أنا عشت بزمن وصورت بيوم من الأيام مشاهد مع الأستاذ الكبير يلي أنا بعتز فيه كسوري قبل ما أكون فنان، الأستاذ دريد لحام. أنا بتوجه بالشكر والصحفي الصديق محمد نور جنيد إنهم طلبوا مني وجه هاي رسالة لأستاذنا الكبير دريد لحام. شكرا. أنا بصراحة لما اتصلوا فيه وطلبوا مني أسجل هذه الرسالة بحضرة العظيم الكبير أستاذ دريد لحام، رجف قلبي. ومش عم بالغ، رجف قلبي. أستاذ دريد، أول شي بدي لك تنعاد عليك كل عام وأنت بألف خير، ودايما تعيد بالعز وبالنصر. أنا شرف كبير لي كون عم بسجل هذه الرسالة بحضرتك. التقيت فيك مرة واحدة بالحياة، كنت بعدني صغير، وشفتك طبعا على التلفزيون، وحضرتك كنت من الأشخاص يلي فعلا أعطونا العدوى حب التمثيل وعدوى حب المسرح. وحضرتك كنت واحد من أعمدة الزمن الجميل يلي نفتقده، فعلا نفتقده. وكرمال هيك بنرجع بنشوف أعمالك، بنرجع بنشوف كل الأعمال يلي قدمتوا لنا إياها، يلي هي كانت فعليا البوصلة لنا. يعني ما حدا فينا ما لبس إبقاب غوار، ما حدا فينا ما طقش بالإبقاب يلي إذا بدنا نحكي بلغة اليوم هو فعلا الترند. إذا كان في ترند هو هيدا. كانت عم توصلنا يلي عم تجربوا تقدموا لنا إياه من فكر ومن موهبة ومن أدوات نكتسبها نحن وعم نشوفكم بس. فعاديتونا بأجمل عدوى وقدمتوا لنا أجمل مسيرة، ورحلتك فعلا يعني بدها أعمال وأعمال وأعمال لواحد يحكي عنها. فيا لها من رحلة، وإن شاء الله لقدام يا رب بإذن الله، والله يطولنا بعمرك. ويا رب دايما، يعني أنا أفتخر أنه أصبت بهذه العدوى وكملت، كبيت كل شيء على جنب وكملت بالتمثيل وبلشت على المسرح. ودايما في بخلفيتنا، بخلفية تفكيرنا يلي قدمتوا لنا اياه ويلي اعطيتونا اياه. وافتخر ايضا ان اكون احد الذين خلقوا وعاشوا واكتسبوا من الفكر يلي انت انتميت له، يلي هو بشكل كل معالم حياتي نوعا ما. فعلى الميلتين انا بحس حالي انتمي لك. وبدي اقول لك الله يطول بعمرك، وشكرا كتير لهي الفرصة اللي منحتوني اياها ببرنامج الرحلة. وكل عام وانت بخير مرة تانية، وكل الحب. وبدي كمان وجه تحية للصديق محمد نور جنيد. بدي اقول لك شكرا لانك فتحت لي هيدي الفرصة، وان شاء الله الى مزيد من العطاء بمسيرتك.